هم بيستخدمونا لو احنا اصحاب النفوس السوداء ومؤذيين، يبتدوا يروحوا للشخصية دي وللبني ادم ده يستخدموه. انما هم كبرهم يوقعوا تلفزيون، ينفخوا كده، يعملوا عاصفة، يكعبلوكي، يعملوا حريقة لا قدر الله، حاجات من هذا القبيل. انما في معلومة مهمة جدا جدا: الجن لا يملك الإنجاب. ما أنا هقولك، يملك الجماع مع الرجل المتزوج من امرأة. لو الزوج ما سماش قبل جماعه مع حرمه ممكن يشاركوا في الجماع، إنما لا يملك، ما بيخلقش الروح إلا رب المولى سبحانه وتعالى. فعشان كده احنا بنقول احنا لسه مش عارفين البنت حامل منين. يعني هو مسيطر عليها جن، هي كده، بيظهر لها في الشخص اللي بتحبه. مش عايزة اقول تفاصيل لان لسه ما ظهرش في المسلسل اللي بيحصل. انما معلومة مهمة، ويكذبوني او يصدقوا على كلامي العلماء وشيوخنا العظام، والقرآن بيقول كده: اللي بيخلق الروح واللي بياخد الروح المولى عز وجل، هم اضعف من يعملوا حاجات زي دي. حاجة دلوقتي يعني لغايه دلوقتي لسه بتنامي على القرآن؟ أفندم؟ لسه لغايه دلوقتي بتنامي على القرآن وهو شغال؟ طول عمري من اول ما وعيت على القرآن. الاول وانا اصغر من كده كنت بصلي في رمضان، كنت برقص، وما مش عايزة ابقى برقص وداخله البيت الساعة 6 الصبح، يعني مش مستحرمة، على قد ما انا عايزة ادي ربنا حقه بجد بصحيح. وقت الصلاة صلاة، وقت الشغل شغل، وقت الاكل اكل، وقت الحموم حموم، وقت الدراسة دراسة، بس في وقت بتاع ربنا بتديهوله. القرآن انا طول عمري ماشية بيه وماشية باسم ربنا، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيرة المولى عز وجل ما بتروحش من على لساني، دايما مفتكرة ربنا بالخير الحمد لله. يعني خليني كلام حضرتك بصراحة، في ناس على السوشيال ميديا لما بتسمع الكلام ده من أي فنان بتتهكم عليه وبتهاجمه وبتسخر، بتشوفي ده ازاي؟ سؤال صعب قوي، تصدق؟ ما يسيبوا الناس في حالها، يعني كل واحد حر. يعني انا لما هصلي وانت هتقول يا شيخ رقاصه بقى وممثله بتصلي ايه، مين اللي هياخد الثواب، انا ولا انت؟ ومين اللي هيتحاسب على ان انت بتهاجم مهنتي وبتتنمر بمهنتي وبشخصي، مش انا كلوسي يعني، وتقول صلاة ايه هو ربنا هيقبل؟ ما انتش عرفك ربنا هيقبل ولا مش هيقبل. هو ربنا المطلع، وربنا بيحاسبك على قلبك وعلى نيتك. كلامك الناس سمعاه، انما مش عارفه قلبك ولا سمع قلبك ولا حاسه بقلبك، غير في الشغل الى حد ما. انما ربنا هو رب القلوب. فاقول لهم يعني دعوا الخلق للخالق، يعني سيبوا الناس في حالها. ازاي التمثيل اللي عمره ما خدك من الرقص؟ افندم؟ ازاي التمثيل عمره ما خدك من الرقص؟ لا خدني طبعا، طبعا كنت ياما سبت حفلات وافراح وسفر علشان انا مرتبطه بالحلميه مثلا، وفي عز ما انا مشهوره في الرقص كنت بسيب كل ده وببقى ملتزمه بالشغل في الحلميه او في ارابيسك او في زيزينيا. على فكره انا سايبه الرقص بقالي 2 سنين وشويه، سايباه كده في ثانيه.